بعد بقى ما اللحمة الكيلو منها عدى ال 200 جنيه كان لازم اتصرف واضاعف كمية اللحمة المفرومة. يعني نص كيلو لحمة هنخليه ان شاء الله كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا بمكون متوفر في كل بيت. وهنعمل طبعا البرجر، بس هنعمله بقى طبعا بدون فول صويا ولا برغل. هنعمل كده بقى حاجة احلى برجر ممكن تكليف حياتك كلها. يلا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي. بس يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. في الاول بقى زي ما انتم شايفين كده معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه. هناخد بقى اللحمه دي وهنوزنها كده قدامكم على الميزان. ده نص كيلو من اللحمه. ايه بقى المكون اللي احنا لو ضفناه هيضاعف معانا كميه اللحمه المفرومه؟ اللي هو كوبايه من البقسماط. هنجيب كده الكوبايه دي وهنحطها في بوله، وهنضيف بقى على كوبايه البقسماط كوبايه من الميه وهنخلطهم كويس مع بعض. عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا. احنا لما بنضيف البقسماط زي ما هو كده على اللحمه المفرومه الطعم بيتغير حاجه بسيطه، بس لما بنضيف على البقسماط كوبايه من الميه ونخلطهم كويس مع بعض الطعم يا جماعه بتاع اللحمه ما بيتغيرش خالص، كانك بتاكلي لحمه صافي. تمام. بعد بقى ما قلبناهم مع بعض كويس هناخد بقى الخليط ده وهنبدا نضيفه على اللحمه المفرومه. هنضيف كمان عليهم معلقتين كبار من النشا. وفايده النشا هنا ان هو بيخلي اللحمه ما تفكش معانا لما نيجي نحمرها في الاخر. وهنضيف كمان معلقه كبيره من البابريكا علشان يعني لون اللحمه في الاخر يجي لي احمر كده، يعني ما نحسش ان احنا ضايفين اي حاجه. وهنضيف كمان كيس من خلطه البرجر ودي بتتباع في اي سوبر ماركت. هنضيف عليهم معلقه صغيره من الملح، وطبعا كميه الملح بتبقى اختياري. وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبس كده مش هنضيف اي بهارات تانية خالص. هنخلط بقى كل المكونات مع بعضها كويس جدا. وخطوه مهمه جدا ان احنا لازم نعجن اللحمه مع بقيه المكونات. كل ما بتعجنيها اكتر كل ما اللحمه تبقى ناعمه معانا ومش هنحتاج ان احنا نحطها في كبه. شايفين ما شاء الله الخليط بتاع اللحمه ما عادش محتاج ان احنا نحطه في اي كبه خالص. هناخد بقى اللحمه دي وتعالوا نوزنها كده مع بعض. زي ما انتم شايفين النص كيلو لحمه طلع معايا بعد الاضافات كيلو من اللحمه. ما شاء الله يا جماعه المكون ده متوفر في كل بيت وتقدري تستخدميه، ولا بقى هتستخدمي برغل ولا هتستخدمي فول صويا. حاجه كده مضمونه وحاجه كمان متوفره وكمان سعرها حنين مش غالي خالص. تعالوا بقى كده نبدا نشكل اللحمه ونعملها على قد كور يعني يكون حجمها متوسط. وانا هنا حاولت ان انا اعمل الكور على قد بعض، يعني عملتها بوزن 100 جرام للقطعه الواحده. يعني هعمل هنا 10 قطع من اللحمه المفرومه. بعد بقى ما بنشكل الكميه كلها ولحد ما بنشكلها ونخلصها يا ريت بس لو تنزلوا تحت وتحطوا لي لايك للفيديو لو حسيتوا ان الوصفه عجبتكم، وان شاء الله الوصفه باذن الله في اخر الوصفه هتلاقوا المنتج حلو جدا. وهنا بقى بعد ما كورنا كل اللحمه المفرومه يلا بينا بقى علشان نشكلها. في الاول خالص طبعا هنجيب المكبس بتاع البرجر وده طبعا بيتباع في كل محلات الادوات المنزليه. هنحط عليه كده قطعه من الكيس، وبعد كده هنحط بقى قطعه من اللحمه ونحط عليها كيس تاني وهنبدا نضغط عليه ضغطه خفيفه. ما شاء الله يا جماعه الشكل ده بيبقى حلو جدا. وطبعا يعني في ناس كتير هيقولوا لي يا موليلي احنا لو مش متوفر عندنا المكبس بتاع البرجر هنعمل ايه؟ هتجيبي علبه جبنه وطبعا دي متوفره في كل بيت، وهنحط برده عليها كده كيس من اكياس التلاجة. وهناخد كده كوره من اللحمه وهنبدا كده نحط عليها كيس تاني ونضغط عليها ضغطه خفيفه زي ما انتم شايفين. وتعالوا مع بعض كده نقلبها. على فكره الحجم قد الحجم بالظبط اللي احنا عاملينه بالمكبس بتاع البرجر. ولو عايزه بقى نفس الشكل هتجيبي بقى السكينه وهتبداي تعملي فيها فتحات بالشكل ده. ما شاء الله يا جماعه اللي ما بياخدش وقت، كمان اللي هو اللي معمول في العلبه ما بياخدش اي وقت خالص في التشكيل. وكنت كمان حباكم لو تنزلوا بس تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد. انتوا عارفين انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها، وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها. هنا بقى هنشكل كل الكميه وبعد ما خلصناها هناخدهم كده ونحطهم في الفريزر من ساعتين ل3 ساعات. او ممكن تعملي زيي وتبداي تحمري البرجر على طول. بصراحه انا ما حطيتهوش في الفريزر، بس طبعا هو يفضل ان انت تحطيه في الفريزر عشان تقدري تتحكمي فيه ويتحمر معاكي وما يفكش معاكي خالص. يلا بينا كده بقى نحضر الصوص اللي احنا هنحطه في السندوتشات. فبنجيب كده 3 معالق كبار من المايونيز، هنحط عليهم معلقتين كبار من الكاتشب وهنخلطهم كويس مع بعض. الصوص ده بيخلي طعم السندوتشات بيروح في حتة تانية خالص. بعد بقى ما خلطناهم مع بعض كويس هناخد الصوص ده هنركنه على جنب، وهنجيب بقى بصلايه على كمان طماطم وهنقطعهم لحلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه.
طبعًا أنا باحب أمّا آجي أعمل الساندوتشات بتاعة البرجر أحط فيها خضار، لإن طعم الخضار مع اللحمة بيدّي طعم جميل جدًا. هنا بس هنتبّلهم كده بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وكنت عايزة آخد طبعًا رأيكم كمان في حاجة، أنتم إن شاء الله محتاجين الأيام الجاية ننزّل الفيديوهات صامت والّا بصوتي؟ طبعًا رأيكم يهمني جدًا، فطبعًا لو تسيبوا لي تحت آرائكم في الكومنتات الفترة الجاية إن شاء الله محتاجين الفيديوهات تكون صامت والّا بصوت. تعالوا بقى كده نحمّر البرجر، فبنجيب طاسة نحط فيها 3 معالق كبار من الزيت. أهم حاجة بقى إن الطاسة لازم تكون سخنة جدًا، والزيت لازم يكون سخن قبل ما نيجي نحط البرجر، علشان البرجر ما يلزقش معانا لمّا نيجي نحطه في الطاسة. أول بقى لمّا حطيناه طبعًا النار بتبقى أقل من وسط بشوية، وأول لمّا ياخد لون من تحت على طول بنقلبه على الناحية التانية، وأول لمّا ياخد لون على الناحيتين هنقلبه بقى كده حوالي مرتين 3 لحد بس ما نحس إن خلاص البرجر استوى معانا كويس جدًا. ولو لاحظتوا كمان حاجة هتلاقوا إن حجم البرجر ما كشّش معانا أوي، وده طبعًا بسبب الإضافات اللي إحنا ضفناها عليه. الخطوة دي طبعًا اختياري، إن أنتِ لو حبيتِ تضيفي جبنة شيدر يعني اللي هي بتاعة البرجر على اللحمة، طبعًا ده اختياري براحتك. لو ما حبيتيش هو البرجر لوحده كده طعمه جميل وزي الفل. بس أنا بصراحة كان عندي 4 قطع يعني، فقُلت أستغلهم وأضيفهم على البرجر عشان يعني أعمله زي بتاع المطاعم الكبيرة. بعد بقى ما حمّرت البرجر اللي أنا محتاجاه في نفس الطاسة وفي نفس الدهون اللي موجودة فيه، هابدأ بقى كده أشوّح البصل والطماطم. أنا هنا يا دوبك عايزة أشوّحهم يا جماعة حاجة بسيطة، أنا مش عايزة أسوّيهم، لأ أنا عايزة أشوّحهم. وأول لمّا البصل والطماطم ياخد لون من تحت على طول بنقلبه على الناحية التانية. أنا عايزة أحس بالقرشة بتاعة البصل لمّا باجي كده إيه ناكل يعني الساندوتش تمام. خلاص بقى هنخرّجهم كلّهم وفي نفس برضه الطاسة وفي نفس كمية الدهون لو يعني باقي دهون. لو مش باقي دهون ممكن تضيفي يعني شوية زيت صغيّرين، ونبدأ بقى نحمّص العيش بتاع الكايزر. تحميص العيش ده اللي بيخلّي طعم الساندوتش في الآخر بيكون فيه كل الطعم اللي إحنا بنشتريه من برّه، وبيكون كمان أحسن وجميل. خلّصت بقى العيش وحمّصته وجهّزت الخضار وجهّزت البرجر، يالّا بينا بقى كده علشان نعمل أحلى ساندوتشات برجر ممكن تاكليها في حياتِك. بنجيب كده العيش ونبدأ نحط كده عليه معلقة كبيرة من الصوص، وهنحط بقى ف بصل وكمان شرايح الطماطم، ويا سلام بقى كده على قطعة كده من الخس، وهنحط بقى قطعة من البرجر، وكمان جزء العيش اللي بيبقى فوق هنحط عليه كمان شوية من الصوص. ولو عايزة بقى تدلّعي كده الساندوتش وتعمليه زي بتاع برّه، ممكن تحطي قطعتين من البرجر لو أنتِ يعني حابة تضيفي وتعمليه يعني كده حاجة عظمة زي بتاعة برّه. وأظن طبعًا بعد المنظر القمر ده أنا عايزة الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم إيدِك يا أم ليلي. أظن بقى حاجة جميلة وحاجة سهلة وحاجة كمان اقتصادية يعني شوية اقتصادية. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين إيديكم وبألف هنا وشفا، وما تنسوش تدعمونا بلايك.